السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ناني وأكلاتها. معاكم أم إسلام. يا رب يكون وصفاتي بتعجبكم وبتكونوا بتتابعوني. بقول الحلقة اللي فاتت الفيديو اللي فات كنت عاملة البانيه. بس يعني عامله معاه يعني شكل تاني غير الشكل ده. يعني احنا دلوقتي شغالين في البانيه علشان هو بيقطع كتير معانا، بيكفي اكتر. الافراد الاسره كلهم بياكلوا يعني. العدد بيكتر، يعني هو بيكتر معايا. فانا الايام دي مجمعه لكم كذا وصفه بالبانيه، ان شاء الله هتعجبكم. المره اللي فاتت كانت المكرونه بالمكعبات الفراخ. يا رب تكون عجبتكم. المرة دي بقى برضو بانيه، بس المرة دي هنعمله حاجة تانية، هنعمله كفتة. عايزين نضاعف الكمية. تنفع سندوتشات المدارس، تنفع في سندوتشات في البيت، ان الواحد ممكن يتعشى يتغدى بيه مع مكرونة مع رز. فمش عايزة اطول عليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. وتتابعوني وتعملوا لي لايك وكومنت حلو كده من كلامكم الجميل اللي بيشجعني. هنبتدي بقى الفيديو. دلوقتي انا عندي الكبه بتاعتي اهي. انا عندي طبعا الفراخ زي ما انتم شايفين اهو، اكتر من ربع كيلو. وعندي دون بطاطستين انا سلقاهم، ورغيف فينو كان عندي بدل البقسماط. يعني انا عندي بقسماط بس ايه، يعني قلت دون حرام يعني هيترمي. وبصلايه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الكبه بتاعتنا ونحط فيها البصل الاول ونفرمه. فرمت البصل الاول طبعا علشان ما يبقاش ايه، لما تيجي نضربه يبقى قطع كبيره. فهنحط بقى ايه، هنحط البقسماط، وهنحط بقى كل المكونات معانا، والبطاطس المسلوقه. دي بطاطستين مسلوقين، والفراخ صدور بقى وراك اي حاجه. وهنفرمهم كلهم مع بعض. بس فرمناه بقى كويس اهو، بقى ناعم في كل حاجه. انا عشان متبله الفراخ قبل ما احطها في الفريزر، فانا مش عايزه لا ملح ولا توابل، هو فيها كل حاجه. فهعملها دلوقتي ازاي بقى، خليكم معايا. عملناها فرمناها خلاص. شفتوا الكميه اتضاعفت ازاي. احنا بنعمل حاجه اقتصاديه وتبقى ايه مغذيه في نفس الوقت، وكله ياكل ويشبع بالهنا والشفا. فاحنا بقى جبنا صينيتين اهو، وجبنا حبه زيت، وخفيفه وسريعه بصراحه. المتابعين واخواتي حبايبي اللي متابعيني هم اللي قايلين لي اعملي الاكل اللي هو سريع سريع ومغذي في نفس الوقت، وما ياخدش مننا اي حاجه. هنكوره كده، نحط زيت كده عشان ما يلزقش في ايدينا ونكوره. ما عندناش رغيف فينو نحط بقسماط، معلقتين بقسماط بس. عملنا الكفته اهي، عملناها كلها مدورات مدورات. هنقطع بقى بطاطس. شوف بقى الحته اللي جايه دي، نقشر بطاطس. احنا عايزين نزود الكميه والناس تاكل وتشبع، مش اكله وخلاص. ندور على حاجه تزود الكميه. انا عايزه اقول لكم على حاجه. هو دلوقتي الملوخيه كتيره ورخيصه علشان الشتا داخل. اللي عايز يجيب ملوخيه يجيبها دلوقتي، اللي عايز يجيب ملوخيه يجيبها دلوقتي ويعملها. مش عارفين تفرزوها ازاي؟ شوفوا الفيديو بتاعي تفريز الملوخيه. بصراحه بتقعد مده طويله، ممكن تقعد بالسنه وبالسنتين مش هيحصل لها اي حاجه. فانا قلت اقول لكم، انا لسه جايبه وعملتها. طبعا ما رضيتش اعملها معاكم تاني لان انا عامله الفيديو ده. فقلت اقول لكم بعد كده الملوخيه بتبقى غاليه وصوب. يعني ملوخيه بتبقى صغيره، يعني الورق بتاعها بيبقى صغير كلها طينه. في الشتاء بتعمل كده وبتبقى غاليه.
يعني قلت اقول لكم علشان تخزنوها بصراحة في البيت جميلة. تسحبي الكيس على طول على الشوربة السخنة المغلية، بتبقى في ثانية بتتعمل الملوخية وجميلة ونضيفة. بس مش عايزة اطول عليكم بقى. قشرتها وغسلتها، نقطعها حلقات، لا تخينة ولا رفيعة، علشان الكفتة مش هتاخد سوا، لا تخينة ولا رفيعة. اهي كده سمكها كده. أكلة حلوة والله، وفي الحر وفي الشتاء وفي كل حاجة. خفيفة وسريعة. أنا بعمل لكم الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها، اعملوا لي الحاجات السريعة ومغذية. بس عملنا 3 بطاطسات دول اللي كان عندنا. بس هنفردهم كده. عايزين بقى نتبلهم. طبعا اللي هينزل من الكفتة هينزل على البطاطس، يعني هينزل من الكفتة الصوص بتاعها هينزل على البطاطس، فعايزة انا اتبله برضو. هنحط فلفل اسود، يعني مثلا معلقة. كزبرة، وكمون. الملح لا بصراحة، عشان انا متبلاها بالملح فهتبقى حادقة. نقلبها كده مع بعضيها. والزيت اللي هو كان فاضل مننا نحطه. بس نحطها كده. وهنعمل جنبها ان شاء الله رز. اللي عايز بقى، ما المكرونه مش هينفع رز، او مثلا بالعيش، ياكل بالعيش. بس هنحط بقى الكفته ايه مرصصه فوق دي. حطينا كل الكفته فوق البطاطس. هنحط حبه ميه صغيرين، يعني مش قوي، يعني حبه مثلا يجي نص كوبايه ميه. ونغطيها ونحطها. هنغطيها ونحطها على النار الاول، نعلي وبعد كده نوطي ونسيبها متغطيه. وهوريكم بقى هي بعد كده هتبقى شكلها عامل ازاي. بصوا معايا اهو اللي حطيتها على النار بتغلي ازاي. لو انتوا حسيتوا ان الميه قليله حطوا ميه تانية عشان البطاطس تستوي. الكفته عملت ازاي، بتنشف اهي. بتنزل بقى الصوص بتاعها على البطاطس. هنوطي عليها، وطبعا هنا مغطيين، هنوطي عليها بس كده. عقبال ما الاكل بتاعنا يستوي البطاطس بالكفته، قلت اعمل حبه رز محمرين، ما عملتوش معاكم قبل كده. فانا حطيت حبه زيت وحبه رز. يعني مثلا لو عملتي مثلا كوبايه تعملي الا ربع، يعني اقل منها. يعني لو عملت كوبايه رز يبقى ربع كوبايه منها تحمير، عشان تحمر وتبقى لونها حلو. واحط حبه سكر، نص معلقه. هنحمرها معاكم. فانا قلت ايه وانا ايه الكفته بتستوي احمر معاكم الرز. طبعا اهو عايزه اوريكم الكفته وصلت لفين اهي. شويه كده وهحطها في الفرن لما البطاطس تستوي. شفتوها مسكت ازاي. بس طبعا غسلت المواعين. عقبال ايه غسلت المواعين اول باول عشان ما تكسرش.
بس تحمر زي ما انتوا شايفين اهو كده، يبقى متحمر كده. حطيت عليه مرقه دجاج، لسه هحط الملح بس خلي بالنا من الملح. بس نقلب فيه كده شويه. نحط الميه. طبعا الميه مغليه، بس نعلي عليه بقى. احنا بقى طبعا ميه مغليه، ممكن ميه عاديه من الحنفيه عادي، بس علشان تبقى الرز يتعمل اسرع. هنحط بقى ملح ونسيبه لما يتشرب زي اي رز، ونوطي عليه. دلوقتي هوريكم صينيه البطاطس بالفراخ. شوفوا الاول البطاطس استوت ولا لا. تعملوا بالشوكه كده، لازم تستوي الاول. طبعا دي متماسكه اهي زي ما انتم شايفين. عايزين نعمل لها لون بقى، هندخلها في الفرن على الشوايه بس كده. والرز اهو هيتشرب. تعالوا شوفوا اكلتنا الخطيره الجميله اللي يعني ما شفتش زيها بصراحه. بس جميله. البطاطس استوت ازاي؟ استوت اهي. والكفته جميله اهي، بس انا ما نشفتهاش قوي، عملتها على الشوايه، ما خدتش ربع ساعه، ما خدتش حاجه. بس هنغرف بقى، والرز استوى كل حاجه الحمد لله يعني. هوريكم بقى الطبق النهائي اللي هي الغرفه النهائيه. خليكم معايا. غرفت الاكل ما شاء الله يعني جميل ومختلف. ابداعه كده يعني. الواحد بيخش المطبخ بيفكر في حاجات ممكن يعملها على بعض، حاجات مش لازم يكون عملها قبل كده او حد عملها. فابدعوا كده لاولادكم، خليهم نفسهم تتفتح في الاكل. يحب شطه يحط شطه، يحط فلفل الوان. ابدعوا كده، وعشان العيال يطلعوا جامدين. اي تعب اي مرض بعد الشر يبقوا عارفين يتحملوا ويبقى عندهم مناعة. الأطفال كلهم بقوا بصراحة كل حاجة ما بيحبوهاش. والخضار ما فيش الخضار ياكلوه. عايزين أكل اللي هو الديكاوي اللي هو بره، الهمبرجر والحاجات الفراخ ومش عارفة ايه. ماشي نعمله في البيت ونحط وندخل فيه الأكل الصحي. بتاع ده فلفل ألوان، خضار، جزر، كوسة. الحاجات دي حلو. والشتا داخل بقى، العدس والاكلات كلها الجميله. الشتا داخل والسبانخ والحاجات دي كلها. دي اكله متنوعه، انا لسه يعني محضراها في دماغي ورحت عملتها على طول. قلت اشارككم معايا. يا رب يكون اكلتنا ووصفتنا عجبتكم. ومتنسونيش بقى اللايك وكومنت حلو وشير لاصحابكم وحبايبكم. ومتشكره لكم في كل حاجه. مش عايزه اطول عليكم. انتظروني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.